مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. يا الله. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو حيكون رياكتينج عن الغنية الجديدة تبع الشامي. طبعا الغنية صار لها يوم نزلت امبارح 2/5. ما شاء الله عليها، يعني الغنية اخذة تقريبا 2,000,000 مشاهدة. وقبل ما نبلش لا تنسوا كالعادة تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك على الفيديو وتفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل جديد نحن بننشره. وبس يلا نبلش. طبعا يا جماعة قبل ما نبلش بدنا نعمل ردة فعل على الغنية. بدنا نقول لكم انه الشامي عن جد يعني فنان محترف على الاخر، لانه هو حقق اهداف كتير كبيرة بوقت قصير، يعني انشهر بسرعة وهو بيستاهل هالشي لانه الاغاني تبعه تحفة. فقول يلا نفوت على الغنية ونبلش. نفوت بالغنية. بدنا نغطس فيها لانه هلا فتنا على الغنية على اليوتيوب، والغنية صار لها يوم نازلة، يعني امبارح نزلت. نحن هلا ب3 الشهر والغنية اخذت 100 مليون. شو 100 مليون؟ انا تحمست يا جماعة، ما بعرف احكي اليوم، ما بعرف شو عم بصير معي. الغنية اخذت 1,700,000 مشاهدة و138,000 لايك، وما شاء الله يعني هذا الرقم كتير كبير بالنسبة لانه صار له يوم نازل، وهو بيستاهل هالشي لانه عن جد يعني الشامي تحفة فنية. فيلا يا جماعة، إن شاء الله نحن هيك كمان نصير ان شاء الله. يلا يا جماعة. اتوقع هي لازم تكون امه. جينك انت الاصلية وما حد خذها. الله يا جماعة، الله عن جد يعني الصراحة يعني صوت وتمثيل. بتوقع يعني ورا هالغنية في قصة ورا هالغنية. والغنية هلا أول غنية شو قايل؟ جيناك بنت الأصل لي وما حدا خذها مني، يعني ما حدا ياخذ بنت الأصل منه. هو على أساس يعني عم يهجم على حدا، وهذا الحدا أخذ بنت الأصل منه. الشيء اللي انا بحبه بالاغاني تبع الشامي انه مو بس الغنية في، لانه حدا بس وقت عم بيساوي غنية بس بيحطوا صورة والغنية بس هو الشامي بيمثل وبيحط الغنية، يعني في قصة بالغنية كمان ومبين كمان، يعني هو بيتعب على الاغاني تبعه، فمشان هيك يعني بعناد الزلم للريد العركة يقرب يم. صراحة يعني الكلمات صعبة شوي الواحد يفهمها، يعني لو مو كاتبينهم ما بتوقع الواحد فيها يفهمها، بس مع الوقت هو لحاول الواحد يعني بيفهم. وهون مكتوب الزلم يلي يريد العركة، يعني الحرب، يقرب يمي، يعني يقرب مني. جيبوا الزلم ياخدوا اللي يريدوا بالثار، نشد العزم واحرق ارضهم بالنار. يعني عم بيحارب جنب مع جنب. احرق ارضهم بالنار. ما زبطت، بس عن جد يا جماعة يعني الكلمات بتجنن والله هاد جنني بصراحة. ياخدوا اللي يريدوا بالثار. هذا تمثيل. مشان ما هلا يعملوا لنا ما بعرف شو، هذا تمثيل، كل شيء مو حقيقي. يا جماعة لحد هلا بتوقع المفهوم الغنية انه هو عم يهجم على الناس يلي اخذين بنت الاصل منه، يعني مشان هيك عم يتضاربوا. سلم امان يجي الزلم وليدخل بيته ويحترم لفرش له ارض بمان. والميوزك فيديو ذكرني بمسلسل شو كان اسمه، الهيبة بجبل شيخ الجبل. ايه هذا يا جماعة بيحكي عن هذا المسلسل 24 ساعة، لانه يعني هو بحب المسلسل كتير. وعن جد يعني انا شفت مقاطع صغيرة من المسلسل، ونفس يعني نفس الطريقة بتكون فيها اكشن وهيك شغلات.
اكل لا اكل. يا جماعه هاد من وين بجيب الهاد؟ او المخرج بتوقع هو اللي بيساعدوه. المخرج مين المخرج ده؟ بدي اشوف مين المخرج انا. written by، لا هو اللي كاتب الغنية. الصراحة يعني واحد ما بيعرف شو بده يقول، عن جد تحفة تحفة يا جماعة. انا بصراحة ما بعرف شو عم بيصير فيها، قنابل اليوم عم بيصير. انا يعني مستغرب من الغنية من كتر ما حلوة. ما لازم تستغرب، هذا الشامي. الله الله. بتروح في دار الرجال والطاري ما ينجاب، كيف هالاصل ينعب ريت. بصراحة ما كنت متوقع. يعني هن اجوا اخذوا امه ولا شو؟ ايه بتوقع هيك. عاد بالدان يكوي القلب. هاي كمان ممثلة. جيناك انت الاصلي. لك وين الشامي تاع سعد؟ عن جد يا جماعة التمثيل مبين انه متعوب عليه، يعني مبين مثل تريلر، مثل تريلر لفيلم او هيك شيء. حتخذها مني بعناد. عم يحكي عن امه بنت الاصل. ايه صحيح، لانه احنا ما شفنا بنت تاني غير امه. انا مثل الغبي ما بعرف شو عم بحكي. هو قاعد عم يحكي عن امه. الرد العركة يقرب يمي. هلا عم بيقول له خلصت الغنية. بدي اعرف شو صار. ليش هيك سوى فينا الزلمة؟ نحن نعرف شو صار. يا جماعة يعني الصراحة الغنية تجنن. بعرف 50 مرة بقولها، بس عن جد واحد يعني الكلمة بتعجز عن الوصف. وانت يلا احكي لنا رأيك وانا رح احكي لك رأيي. انا بصراحة الغنية حبيتها كمان، بس اللي حبيت اكتر من الغنية هو الميوزك فيديو تبعه، لانه كتير عن جد يعني مبين شيء مثل كأنه تريلر لفيلم، وفي حماس اخر الشيء. لازم تعرف شو بيصير كمان. يمكن يجي بارت 2 للغنية، ما حدا بيعرف ان شاء الله. عن جد يا جماعة يعني مبين انه الفيديو كليب كتير متعوب عليه، ومشان هيك الشامي يعني هاي الغنية لازم تطلع على الترند. انا عمل رح تطلع على الترند، انا عم اقول من هلا. و طبعا يعني انا اول مرة يعني بشوف بحياتي انه في ناس لهالدرجة بيتعبوا على التمثيل بالاغاني. يعني الشامي من اول الناس اللي بيعمل هيك، وعن جد يعني بيستاهل. وبس يا جماعة هيك كانت نهاية الفيديو. طبعا قيمنا غنية الشامي، مثل ما قلنا لكم انه الغنية الصراحة كتير حلوة، يعني تحية للشامي. وبس هاي كانت نهاية الفيديو. طبعا يا جماعة بس بدي لكم شغلة، انه هذا الفيديو رح ننزله، ويمكن يروح وقت ونحن ما ننزل فيديوهات، لانه انا رح اعمل عملية لانفي، انا ما فيني اتنفس مثل البشر. فيمكن يروح وقت ونحن ما بننزل، ويمكن ننزل بسرعة. يعني صراحة أنا ما بعرف قديش بدي لحتى أتعافى. وبس هاي كانت نهاية الفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وحطوا لايك على الفيديو وفعلوا الجرس. وبس بنشوفكم بالفيديو الجاي. أهم شي الجرس، أهم شي. بنشوفكم بالفيديو الجاي. يلا سلام.